السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5 لاعبين خرجوا من حسابات كولر قبل نهائي افريقيا امام الوداد المغربي. دوام الحال من المحال ينطبق هذا المثل على بعض لاعبي كرة القدم بالنادي الاهلي، اذ خرج الخماسي محمود متولي وعمرو السولية واحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف من التشكيل الاساسي للمارد الاحمر، رغم بدايتهم الرائعة مع الفريق في بداية الموسم تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني. وبعد تولي مارسيل كولر القيادة الفنية للاهلي بداية الموسم الحالي اعتمد على تشكيل ثابت محليا وافريقيا، حقق العديد من الانتصارات وظهر المارد الاحمر بصورة اكثر من رائعة، وكان ضمن التشكيل الخماسي محمود متولي وعمرو السولية واحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف. ومع اقتراب نهاية الموسم لم يستطيع الخماسي الحفاظ على مكانهم ضمن التشكيل الاساسي، وخرجوا من الحسابات سواء بسبب الاصابات او التراجع في المستوى الفني. ونجح 5 لاعبين اخرين في اثبات جدارتهم للمدرب السويسري، ونجح ياسر ابراهيم في الاطاحة محمود متولي من التشكيل الأساسي، ونال ثقة المدرب السويسري مارسيل كولر خلال المباريات ليشارك بصفة أساسية بجوار محمد عبد المنعم. وتألق مروان عطية الوافد الجديد للقلعة الحمراء، مما دفع مارسيل كولر في الاعتماد عليه ضمن التشكيل الأساسي. ويقرر الأخير الدفع بحمدي فتحي في مركز عمرو السولية ليخرج الأخير من الحسابات ويظهر على دكة البدلاء. وطالت الإصابات طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي ليبتعد عن المشاركة في التشكيل الأساسي، ويستغل الفرصة الجنوب أفريقي بيرسي تاو الذي أبهر الجميع وأصبح أحد أهم أوراق المارد الأحمر الهجومية. وعلى الرغم من إمكانياته الكبيرة ولمساته الرائعة، إلا أن أحمد عبد القادر لم يستطيع الحفاظ على مكانه في التشكيل الأساسي بسبب اعتراضه على قرارات الجهاز الفني من جهة، ثم الإصابات، لينقض حسين الشحات على المركز ويحجزه ويقدم أحد أفضل مبارياته على الإطلاق مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة. توهج كهربا يطيح بمحمد شريف من الهجوم، غاب التوفيق عن محمد شريف مهاجم الأهلي ليتزامن ذلك مع انتهاء فترة الإيقاف لمحمود كهربا، ويشارك الأخير في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر. عاد كهربا من فترة الإيقاف كالأسد الجائع، ونجح في تقديم مستوى أكثر من رائع ليصنع ويسجل أهداف حاسمة، ليستقر كولر مشاركته في مركز المهاجم على حساب محمد شريف. النادي الأهلي قد حقق الفوز بهدفين في مباراة الأحد الماضي على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويستعد الأهلي لخوض موقعة الإياب أمام الوداد المغربي يوم الأحد القادم على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. إصابة نجم الوداد المغربي وشكوك حول مشاركته أمام الأهلي في نهائي أفريقيا. تعرض زهير المترجي لاعب فريق الوداد المغربي للإصابة في الكحل قبل مواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد القادم في الدار البيضاء. ويعد المترجي نجم فريق الوداد، إذ سجل هدف الفوز الخاص بالوداد على الأهلي في نهائي النسخة الماضية التي توج بها الفريق المغربي. وذكرت صحيفة المنتخب المغربية أن زهير المترجي يشكو من إصابة على مستوى الكاحل تعرض لها خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة. وأضافت التقارير أن هناك شكوك تحوم حول لحاق زهير المترجي في مباراة الإياب بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم الأحد القادم. وتابعت الصحيفة بأن الطاقم الطبي للوداد سيبذل كل الجهود ليكون زهير المترجي حاضرا في النهائي ضمن التشكيل الأساسي. في الختام ما تنساش عمل لايك للفيديو، اشترك في قناتنا وفعل جرس التنبيهات من أسفل الفيديو. أشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.